السلام عليكم. النهاردة هنعمل أحلى أكلة حلوة في الشتاء كلنا بنحبها. هنعملها بمنتهى البساطة من غير أي افتكاسات. بجد لو جربت الطريقة دي هتنسي أي طريقة تانية عملتي بيها البطاطا. سموها بطاطا بالبشاميل، سموها بطاطا بالكريمة، سموها بطاطا بالمهلبية، سموها أي حاجة، هي بجد بجد هتعجبكم. مقاديرها سهلة خالص من غير ما هتكلفك، وده أهم شيء عندنا، ازاي نعمل الحاجة بجودة عالية وتكاليفها تكون بسيطة. بجد لو عملتيها بالطريقة دي مش هتعمليها بأي طريقة تانية. أنا نور خالد ودي قناتي. لو عجبكم الفيديو لايك وكومنت وما تنسوش الاشتراك. يلا بينا على الوصفة. اول حاجة انا جبت بطاطا في حدود كيلو وربع تقريبا، وقطعتها شرائح زي ما قدامكم كده بالحجم ده، وبعد كده حطيتها علشان خاطر تتسلق. طبعا احنا مش هنسلقها بالمية، الطريقة دي بجد اعتمدوها في البطاطا بالبشاميل، تحفة تحفة يا جماعة. هنجيب البطاطا وهنحط عليها لبن من المج بتاع الشاي بتاعنا العادي، او 250 ملي لو انت هتعايري بالمعايير دي. كوباية واحدة من اللبن، وهنحط قصادها 125 جرام من السكر. والسكر لو عايزة تزودي عن كده زودي، دي حسب رغبتك. انا حطيت 125 جرام من السكر. والفانيليا نص معلقة فانيليا صغيرة، انا استخدمت فانيليا سايلة. عندك الفانيليا البودرة مفيش مشكلة منها خالص، بس الفانيليا السايلة بتبقى طعمها اقوى وريحتها بتبقى واضحة اكتر، يعني هي حلوة بجد. لما البطاطا بتاعتنا هتوصل للسوا ده هنحط مكعب واحد من الزبدة، وبعد كده هنهرس البطاطا. هي مش محتاجة شوكة او هراسة، هي بالمعلقة هتلاقيها بتتهرس معاكي. وممكن تسيبي فيها قطعة من البطاطا عادي جدا. احنا كده خلصنا البطاطا، هنخش على البشاميل. هنحط مكعبين من الزبدة قصادهم معلقتين كبار من الدقيق، وهنقلب كويس جدا باستمرار. يعني لازم تقلبي كويس عشان البشاميل ما يكلكعش منك، لازم تقلبي باستمرار كده وتقلبي كويس جدا لحد ما تلاقي المكونات امتزجت مع بعض، اللي هي الزبدة والدقيق. يبقى كده تمام. هنقعد نقلب فيها، وبعد كده هنبتدي نضيف اللبن. احنا هنستخدم معانا 3 كوبايات من اللبن، نفس المعيار اللي عايرنا بيه الوصفة كلها، اللي هو 250 جرام. وفي الخطوة دي يا جماعة لازم نقلب باستمرار ونقلب كويس جدا علشان ما يكلكعش معانا، دي اهم حاجة. بعد كده احنا هنضيف ده كريمة لباني، ودي على فكرة اختياري، مش حاجة مهمة في الوصفة، لكن بتعزز الطعم وبتخليه طعمه حلو جدا. وسكر بنفس معيار الكريمة اللباني 125 جرام. وما ننساش نص معلقة فانيليا. بس هي دي البشاميل بتاعتنا او الكريمة او المهلبية. المهم هي تحفة جدا جدا واقتصادية جدا وسريعة ومش محتاجة اكتر من كده، وطعمها تحفة. اهم حاجة اقلب كده كويس جدا وباستمرار، ده اهم حاجة عشان يطلع البشاميل او الكريمة حلوة، وتبقى قوامها كده مش مكلكعة او قوامها تقيل او خفيف. هو ده القوام اللي احنا محتاجينه. بعد كده طبعا البطاطا هنبتدي نجيب الصينية بتاعتنا اللي هتدخل الفرن، وهنجيب البطاطا وهنسويها في الصينية كويس جدا. وبعد كده هنحط البشاميل، هنصب البشاميل على البطاطا وهنسويه في الصينية، وهندخل الصينية بتاعتنا الفرن. طبعا الفرن هيكون سخن قبل ما ندخل الصينية، وعلى اعلى درجة في الفرن على حسب درجة الفرن عندكم. وبعد كده البشاميل هتطلع هتبقى تحفة زي ما انتوا شايفينها. الوش جميل ولونها جميل جدا، مش من غير اي حاجة، ولا فتحنا شواية ولا حطينا بيض ولا استخدمنا اي حاجة. وصفة سهلة وسريعة واقتصادية وطعمها بجد حلو جدا. يعني بصوا البشاميل عامل ازاي او الكريمة عاملة ازاي، ولا ريحتها ولا طعمها. بجد بجد الطريقة دي هتعتمدوها لو جربتوها. اهم حاجة انها طريقة سريعة واقتصادية وما كلفتنيش اي حاجة، ومن بساطتها بجد هتعملوها طول الوقت. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم والفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل، واللايك والكومنت بتاعكم الجميل. هستنى ارائكم وكومنتاتكم، ولو عايزين وصفات